بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين. اليوم جبت لكم وصفة تاع الجنجلانية معسلة حتى لداخل، وتجي بنينة وتفتت في الفم وذوق ما شاء الله. نديرو هنايا نجيبو المقادير. هنا نديرو 250 غرام زبدة على حرارة المطبخ، نخدموها مليح مع ربع مغارف كبار سكر ناعم، سكر جلاس. نخدموها مليح، نخدمو هذه الوصفة بالباتر، وحبة تاع بيض كومبلي وصفار بيضة، حبة تاع بيض كومبلي وصفار وحدة تاع بيضة كيما هكا. وندخلوهم مليح بالباتر. الباتر دايما نقول لكم خدموه غير بالفيتاس الاول، ما ديريش بالدوزيام باش ما تطايلكش منه ومن المايزينا. كيما هكا خدميه مليح حتى يولي الخليط كريمي ابيض. عاد نزيدو المواد الاخرى اللي من بعد نضيفوها. كيما هكا خلطيه مليح وشوفي حتى تولي الزبدة متجانسة هي والبيض والسكر، ونخلطوهم مليح حتى يولي الخليط عندنا ابيض. عاد نزيدو الحوايج الاخرى لان الاضافات اللي نزيدوها من بعد. خلطي هكا مليح، خدمي مليح بالباتر. وبعد نزيدو 2 كيسان كاوكاو مطحونين ومقليين. الكاوكاو بالنسبه للكاوكاو يكون مقلي مليح، ما ديريش بيض، ديريه مقلي باش يجي البنه تاعه في العجينه في لاباط. وديري 2 كيسان بسكوي مطحون، ديري برينو ولا ديري بيمو ولا ديري البسكوي اللي موجود عندك، ديريه اللي حاضر. ولا لا عندك ثاني صابلي خاص لك ولا دوك لي شيت ولا ثاني طحنيهم ديريهم في كاس. المهم 2 كيسان، هو والكاوكاو كيف كيف زوج. وخلطي المواد قاع كيما هاك مع بعضها حتى تدخل كل شيء مع بعضه. ومن بعد نزيدو الإضافات الأخرى. بالنسبة للخمارة ديري كيس تاع 10 غرام. دوك هنايا نديرو ربع مغارف مايزينا كبار، نزيدو ندخلهم ثاني هما مليح بالباتر. كي نجيو في الفارينة نحبسو الباتر، نخدمو غير بيدينا وبصباع اليد كيما دايما نقول لكم. أول حاجة ديري شوية فارينة، ديري له كيس تاع خمارة حتى تخلطي الخمارة مليح مع الفارينة. عاد كملي عاد زيدي الفارينة. الخمارة ما ديريهاش وحدها فوق المواد الاخرين، دائما خلطيها مع مع شويه فارينه. بلا ما تنسوا الرشه تاع الملح اللي تعادل الذوق بالحلويات، دائما هذه نقولها لكم. دائما ما تنسوهاش، ديري غير شويه في الفارينه، ما تكتريش، ما يشقع حاجه كبيره، غير شويه بين صباعك كيما هكا. ولمي حتى العجينه ما ترميش الفارينه. دائما ننصحكم بالنصيحه ضربه واحده تقساح العجينه. تجي العجينة ما تحطيها في صباعك ما تلصق، ما تجي كيما هاك كيما راكم تشوفوا فيها قدامكم. كي تولي تلايم لك كيما هاكا وطرية راها مليحة، ما تقصحيها، ما تخليها مطلوقة. جيبي بابي كويسون حطيه فوق البلون دو طرافاي تاعك وخدمي بودان كيما هاكا كيما نخدمو المقروض. خدمي كيما هاكا كيما كي تشوفي فيا راني نخدم كيما هاكا فوق الجنجلان. بالنسبة للجنجلان ديريه ابيض، ما ديريش هذاك المقلي. دوك طيبي لاباط يكون هو مقلي يحرق لك، خاصة لك قاع الوصفة ديري هذه تتطلب جنجلان يكون بيض باش يطيب مع لاباط، ما يطيبش ما يكونش طايب قبل يحرق ويخسر لك العجينة تاعك. هذه النصائح ادوها بعين الاعتبار كيما هكا. والحبة كي تقسمي الحبة بالخدمي قيسيها حطيها وقيسي مع خوتها باش تجيك حبة واحدة، ما تجيش حبة كبيرة وحبة صغيرة. ولي شيت اللي يبقوا منا ومنا زيدوهم اللاباط ونعاودو نخدمو. راكم معايا رانا نخدمو مع بعضنا راكم تشوفوا. وجيبي بياض البيض واللوز اللي عندك ولا كاوكاو اللي حاضر عندك في الدار ديريه، ما تقيديش باللوز ولا اللي عندك. تنجمي ديري تاني حبة كاوكاو تجيك كيما هكا. قيسي الحبة مع خوتها باش تجي المقروضات كيف على حبة واحدة، ما تجيش واحدة كبيرة واحدة صغيرة. وسوي الأطراف كاع كيما هاك بصباعك باش تجي الحبة متحوفة، ما تجيش تجيك حبة باينة. خدمي خدمة متقونة كيما كي تشوفي. ضربي الحبة منا ومنا
وتدخلي الحواف باش تجي الحبة على وحدة، وهاذوك اللي شي ترجعيهم مع العجينة، من بعد نزيدو نكملو الحبات اللي باقيين ليلة. حبة اللوز دخليها في البياض، دور البياض يلصق لك اللوزة باش ما تطيرش كي تبدا طيب، وغرزيها لتحت باش في الوسط باش ما تطلعش كي تحمى العجينة تطلع لك اللوزة تطير. عبزيها لتحت خليها كيما كيما كي تشوفي. تجي واحد الذوق في هاد الحلوى ديريها وما تندميش قاع عليها، واحد البنة فيها اللي ذاقها عندك راني عارفة يطلب الوصفة تاعها. شوفي كيما هاك. والبايا ثاني يدير اللمعان للوزة ولا الحبة تاع الكاوكاو اللي ديريها. انا كان عندي اللوز درت اللوز، انتي عندك الكاوكاو ولا ديري الكاوكاو، ولا ما عندكش خليها سامبل ثاني تجي مليحة. هذه تجي معسلة. والعسل هي تكون الحلوى تكون حامية، والعسل يكون عادي بحال غير في محطوط في المطبخ دافي، ما يكون بارد بزاف ما يكون حامي. غير طيبيها مباشرة خارجة من الفور دخليها في العسل باش تشرب العسل، صاريلها كيما المشوك. مشوك تاني يبغي العسل وعاد هو خارج من الفور تعسليه باش يدخل حتى لداخل، ما يقعدش كي تخلي هذه الحلوى تبرد تعسل لك من فوق والداخل تبقى ناشفة، ما تجيش طرية ومعسلة. كيما هكا كي تكون حامي يدخل لك العسل حتى لداخل. عسلته كيما راكم تشوفوا، خليته في العسل شرب مليح العسل تاعه، ومن بعد نديروه في الكيسات. يجي قاطو مليح وهشيش، ويقطع لك كمية مليحة وبنين في نفس الوقت. هنا درت هذا لي ناب اللي يشدوا العسل باش يقعد العسل تاعه فيه ما ينشفش. راهم هاد لي ناب ملاح كاع المعسلات تستعملوهم يشدوا لكم العسل باش ما تنشفش الحبة تاع القاطو تاعكم. إلى وصفة أخرى إن شاء الله، إلى الملتقى.